السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الاقتراح ديال اليوم غادي يكون كيك يومي رائع جدا، كيجي لذيذ وهشيش وبمكونات بسيطة ومع طريقة تزيين اللي رائعة جدا. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. قبل ما نحضر الكيك كندهن المول بالزبدة، كندير ليه ورق الزبدة وكنرش الجوانب الدقيق. غادي ندخلو للثلاجة، ضروري توجدوه قبل ما تحضروا الكيك. بالنسبة للمقادير ديال الكيك كنحتاج لجوج ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. بالنسبة للحجم ديال البيض اللي استعملت متوسط، كنضيف لهم كيس ديال السكر منسم بالفاني و7 ملاعق ديال السكر الخشن. كنضيف قبصة ديال الملح. كنخلط البيض والسكر حتى كيذوبوا حبيبات السكر. انا استعملت غير الخلاط اليدوي، ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي. ثم كنضيف 7 ملاعق من الزيت. بالنسبه لهذا الكيك معروف كيك 7 ملاعق كيجي زوين ولذيذ وسهل في التحضير. غادي نخلط وكنضيف 7 ملاعق من الحليب. بالنسبه للحليب كتخرجوه قبل من الثلاجه، ما كيكونش بارد، كديروه بدرجه حراره المطبخ باش ينجح معكم الكيك. ثم غادي نضيف الدقيق، عندي 7 ملاعق ديال الدقيق، غادي نضيف 5 في الاول. بالنسبه للدقيق مغربل قبل، ومني كتبغيو ديروه في الخليط كتعاودوا تغربلوه. كنضيف 2 ملاعق كبار ديال الكاكاو المر. من الاحسن تستعملوا كاكاو اللي النوع ديالو جيد وتيكون اللون ديالو بني. الا استعملتوا كاكاو نوع جيد كيجي الكيك لذيذ وحتى اللون ديالو كيجي زوين. غادي نخلط جيدا. هنا كنضيف 2 ديال الملاعق ديال الدقيق اللي بقاو، وكنضيف عليهم 2 اكياس ديال خميره الحلوى، كل كيس فيه 8 غرام. كنخلط المكونات جيدا حتى نتاكد ان ما بقاوش عندي حبيبات ديال الكاكاو اولا ديال الدقيق. هذا هو القوام ديال خليط الكيك، كيجي بحال الشكلاط دايب. في هذا الاثناء شعلت الفرن كيسخن حتى كنبغي نفرغ الخليط في المول، عاد كنشعل الفرن. بالنسبه للقطر ديال المول 20 سنتيم. غادي ندخلو للفرن وغادي نديرو من الفوق والنار كتكون من التحت. بالنسبه للنار مهيله، وكنخليه ما كنحلش عليه حتى كيطيب. وهذا هو الكيك من بعد ما طاب. بالنسبه للوقت اللي خدا ليا في الفرن 20 دقيقه. كنديرو في صحن التقديم. شوفوا كيفاش كيجي رطب وهشيش. غادي نخليه يبرد، وفي هذا الاثناء غادي نحضر الكاناش اللي غادي نزين به الوجه ديال الكيك. عندي 200 غرام ديال الشكلاط ابيض قطعته قطع صغار. هذا هو الشكلاط اللي استعملت. غادي نزيد عليه 150 مليلتر ديال الكريمه السائله تكون سخونه. كنخلط حتى نتاكد ان الشكلاط داب. صافي، ودابا غادي نخليه يبرد. عاد يمكن لي نديرو فوق الكيك. من بعد ما كيبرد الكيك كناخذ كاس كنديرو في الوسط ديال الكيك وكنبقى كندور وكنحيد واحد الجزء صغير من الكيك. من بعد ما كيبرد الكاناش غادي نديرو فوق الكيك. كيولي القوام ديالو بحال هكا، ما تخليوش يبرد بزاف باش يساعدكم في الخدمه. صافي كنديرو فوق الكيك بهذا الشكل اللي كتشوفوا. كنديرو على شكل ورده. تزيين اللي سهل وبسيط ولكن كيجي زوين. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكمل. هنا غادي نضيف علبه ديال الياغورت ديال الكراميل او دانيت كراميل على الكاناش اللي بقى. غادي نخلطهم جيدا. وغادي نديرو بنفس الطريقه اللي درت في الاول على شكل ورده بهذا الشكل اللي كتشوفوا. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكمل. طريقه واضحه ومفهومه.
كنعمر الوسط ديال الكيك بالكاناج اللي بقى. كندير الفيرميسيل في الوسط ديال الوردة باش كيجي الشكل ديالها زوين. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك، رائع جدا في الشكل وكذلك المذاق زوين بزاف وسهل في التحضير ودغيا كيوجد. وبالنسبة للكاناج اللي درت كيزيدو لذة على لذة. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. مع السلامة.